بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبدأ النهاردة إن شاء الله البث بتاعنا بث جديد، إن شاء الله يكون ضيف خفيف عليكم إن شاء الله بإذن الله من غير مقاطعة، ويا رب نكون بنقدم حاجة محترمة تليق بحضراتكم. أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. اللايف ده احنا بنعمله على اساس ان احنا نزود معرفتنا وصداقتنا بالناس. انا بقدم محتوى رياضي على التيك توك. اتمنى اشوف دعمكم بالنسبة لي هيوصلني ان انا ابدأ ان انا اطور من المحتوى، وابدأ ان انا يكون ليا دفعة كبيرة هنا على منصة التيك توك. ودعمكم بالنسبة لي هو النجاح. انا دي محتوى رياضي، ولو حابين تتكلموا في اي موضوعات هستنى تعليقات حضراتكم، وان شاء الله نكون عند ثقة حضراتكم. هنتكلم بكل موضوعية في الكرة المصرية وما يحدث في الكرة المصرية حاليا. ان شاء الله باذن الله اشوف تعليقات حضراتكم اللي بيدور في الكره المصريه، سواء بالنسبه لنادي الزمالك ومشاكل نادي الزمالك اللي بيتعرض بيها نادي الزمالك دلوقتي، بالنسبه للنادي الاهلي واستعداداته للموسم الجديد، وبالنسبه لباقي الفرق في الدوري الممتاز استعدت للموسم الجديد ازاي. الوضع في نادي الزمالك وضع مقلق جدا بالنسبه لجمهور نادي الزمالك. بنقدر نقول ان بنسبة 99% احمد السيد زيزو خارج نادي الزمالك بشكل كبير جدا. زيزو هيكون في السعودية الموسم المقبل ومش هيكون موجود مع نادي الزمالك. كل اللي انا طالبه من جمهور نادي الزمالك ان انت تدعم اللعيبة اللي موجودة، تبدأ تساند نادي الزمالك. الناس اللي هي سابتك في عز محنتك بالنسبه لجمهور نادي الزمالك، انا دي هتبقى لي بالنسبه لي صفحه واتقفلت. ابدا ادعم اللعيبه اللي موجوده. احنا شفنا الزمالك نهى البطوله العربيه بشكل محترم، بشكل كويس. ما قدرناش ان احنا نصعد ونتأهل، لكن كان كلنا اصلا رايحين البطولة العربية وحاطين ايدينا على قلبنا بالنسبة للمستوى اللي كان بيقدمه نادي الزمالك في الفترة بتاعة الدوري العام او بالنسبة لكاس مصر. فبالنسبة لان الزمالك يؤدي الاداء ده في البطولة العربية دي، انا بعتبرها ممكن تكون انطلاقة ونقدر ان احنا نبني عليها كنادي الزمالك. زي ما قلنا بنسبة 99% أحمد السيد زيزو خارج نادي الزمالك الموسم اللي جاي. يبدأ كل الجمهور يتلف حوالين اللعيبة اللي موجودة. ولو أحمد السيد زيزو اتأكد خروجه من نادي الزمالك الموسم ده، برضو مش هتخلص المشاكل في نادي الزمالك، لأن أحمد فتوح هيبدأ إن هو عايز يكون يمشي زي ما احمد السيد زيزو مشي. الزمالك يبدا يجهز نفسه، لان انت مش هتلحق تفتح فتره القيد، ان خلاص بيتهيألي الوقت قليل جدا. احمد فتوح، احمد فتوح يا باشا حبيبي يا يوسف. احمد فتوح، منوره يا تيتا، ما تحرمش منك يا رب. انا بقول كلام محترم، انت عايزني اقول ايه يا يوسف؟ حبيبي يا يوسف، انا بقول ان نادي الزمالك مش هيقدر يدعم في الفترة دي، وانا قال الكلام ده من بدري. احمد السيد زيزو بنسبة 99% خارج نادي الزمالك في الميركاتو اللي جاي او في بداية الموسم اللي جاي. واحمد فتوح هيقول برضو ان انا عايز امشي زي ما احمد السيد زيزو مشي. صح؟ دي حقيقة ولا لا يا يوسف؟ فانا ببدا بقول ايه، ان جمهور الزمالك
يبدا يدعم الفرقه، يبدا يكون في ظهر اللعيبه اللي موجوده حاليا في الفرقه، لان ده اللي هيقدر. ان اللعيبه بتاعت نادي الزمالك عندها مشكله في ثقتها بنفسها قليله جدا بسبب الضغوط اللي اتحطت فيها ببدايه الموسم. احنا رايحين ماتش اسوان واحنا كنا المفروض ان احنا اول الدوري. اللعيبه حست بالنشوه سريعا. طب ما فيش الزمالك الموسم اللي جاي عشان ما فيش فلوس. وليه؟ لا، نادي الزمالك يا جماعه عمره ما كان للبيع. نادي الزمالك ده كيان كبير. ما ينفعش ان انا عشان في مشاكل ماديه وفي مشاكل اداريه ابدا اقول ان الزمالك يتباع. لا، ازاي؟ الزمالك ده يعتبر الطرف الثاني في المنظومه الرياضيه في مصر، هو والنادي الاهلي. لو انا ضحيت بنادي الزمالك بالاسلوب اللي احنا بنقول نبيع بيه نادي الزمالك، انت بتقضي على الكره المصريه. وبعدين نادي الزمالك ده ملكيه عامه مش ملكيه خاصه، ده نادي يعتبر نادي الدوله، مش نادي استثماري ان انت تقدر تبيعه. الكلام ده مش صح، والناس اللي بتروج له الكلام ده مش صح. نادي الزمالك ملكيه عامه مش ملكيه خاصه. حبيبي يا حمو، ما تحرمش منك. فاحنا بنقول ان جمهور نادي الزمالك مشكلته في حاجه. مشكله جمهور الزمالك ان هو متفرق لكذا جهه. بص، احنا جمهور الزمالك هي دوله مش عايزه نادي الزمالك. طب نعمل ايه؟ ندعم. وانا هقول لك روشته كده خفيفه هنعمل ايه. جمهور الزمالك مشكلته ان هو متفرق لجهات. متفرق جمهور مرتضى منصور، جمهور ممدوح عباس واحمد سليمان وهاني العتال، وجمهور الوايت نايت، والجمهور العادي اللي هو زي حالاتي وحالاتك كده اللي بيدعم وهو مش مستني حاجه من الفرقه. الجمهور العادي اللي زيي وزيك وزي الناس المحبين لنادي الزمالك اللي بتعشق نادي الزمالك، اللي عمرها ما تغير انتمائها لنادي الزمالك. اه، الاتحاد فسخ عقده مع حجازي. انا اتصدمت بالخبر ده. حجازي الموسم اللي فات كان كابتن فرقه. الحماس اللي كان في اوضه اللبس بيعمله للاعيبه الاتحاد كان فارق معاهم كتير. جاله رباط صليبي. فطبعا الاتحاد بيدعم الفتره دي بلعيبه اجانب كتير، فيستغنى عن احمد حجازي، او فسخ عقده مع احمد حجازي عشان يقدر يدخل لعيب محترف مكانه. انا كان من رايي ان نادي الاتحاد يكرم احمد حجازي على المجهود اللي عمله مع فرقه الاتحاد. ما كانش ينفع ان هم يفسخوا معاه العقد او يمشي بالطريقه ديت. وانا سامع كلام ان النادي الاهلي هياخد احمد حجازي لغايه لما يخلص. هيروح انا سامع ان النادي الاهلي هيتعاقد مع احمد فتوح وهيقضي فتره علاجه في النادي الاهلي. واشكركم على دعمكم. تصدق بالله انا وحشني كرة الزمالك الممتعة، الكورة النظيفة، مش التطبيل اللي بيحصل ده، ومش حوارات اعلام. دي حقيقة. كلنا الزمالك وحشنا. الزمالك المتعة، زمالك الاداء. الزمالك طول عمره بيقدم كرة ممتعة بعيد عن البطولات. عشان الناس بتقول لك انتوا بتشجعوا الزمالك ليه؟ الزمالك ده شبهي وشبهك. لا، مرتضى منصور مش رئيس النادي. مرتضى منصور معزول بحكم محكمة. اللي ماسك دلوقتي احمد مرتضى منصور لحين اجراء انتخابات تكميليه. ابنه هو اللي ماسك دلوقتي لحين اجراءات لغايه لما يعملوا الانتخابات التكميليه لمجلس اداره نادي الزمالك. ما هي المشكله ان هي بقت عزبه. هي دي المشكله اللي مضيعه نادي الزمالك. بس انا بقول لجمهور نادي الزمالك خليك في ظهر النادي، ما تدعمش اشخاص. احنا ملناش دعوه مين رئيس النادي، لان احنا كجمهور ملناش يد ان احنا نجيب رئيس النادي.
ملهاش علاقة بالبطولات. طبعا احنا طبعا اكيد احنا بنشجع نادي الزمالك قلبا وقالبا لمتعة كرة القدم اللي بيقدمها نادي الزمالك. انت ممكن زملكاوي يبقى الزمالك عامل مثلا اداء سيء في مباراة، وتيجي تقول انا مش هتفرج وزعلان، الماتش اللي بعده بتلاقي نفسك تلقائي قاعد مستني الماتش ومستني الاستوديو التحليلي عشان تشوف تيشيرت نادي الزمالك. بس ده الحب والعشق اللي بيننا وبين نادي الزمالك. انا ما اقدرش اقول كده. انا في عينه في النادي، جمهور النادي الاهلي ما عندوش فكره عن الكوره غير ان هي مدوره، وفي ناس تاني تقدر تتكلم معاها في الكوره وتاخد منها وتاخد وتدي معاها فنيا، لكن يعتبر المعظم من جمهور النادي الاهلي هو بيشجع النادي الاهلي عشان النادي الاهلي بيحقق بطولات. يعني انا في فيديو قبل كده لما الزمالك خد الدوري السنه اللي قبل اللي فاتت، قلت لهم لو الاهلي قعد سنتين ثلاثه ما ياخدش بطولات مش هلاقي حد يشجعه زي ما بيحصل مع نادي الزمالك. نادي الزمالك ممكن يبقى عنده مشاكل كتير جدا، بالعكس الفتره اللي كان فيها ممدوح عباس ماسك نادي الزمالك ب10 سنين كان الزمالك ما خدش غير بطوله كاس مصر، وبالعكس كان جمهور الزمالك بيزيد. وكانت حاجه جديده على جمهور نادي الزمالك ان جمهور نادي الزمالك ثلاث ارباعه متابع من التلفزيون مش بتاع مدرجات. في الفترة اللي كان فيها كبوات اللي هي العشر سنين اللي كان فيها ممدوح عباس ماسك نادي الزمالك، الوايت نايتس ظهر، الجمهور بدأ يملى المدرجات. فالزمالك جمهوره بيعشق لكرة القدم، ومش قصة ان الزمالك بياخد بطولة او ما بياخدش بطولة. زي ما احنا اتفقنا الزمالك متعته في الاداء. لو جينا قسنا لعيبه نادي الاهلي على مدار سنين طويله هتلاقي لعيبه الزمالك فنيا في كره القدم اعلى، مهاريا اعلى، ده على مدار التاريخ. فانا بتكلم ان جمهور نادي الزمالك دايما خليك في ظهر نادي الزمالك او دعم اللي موجود. يعني بص لا مؤاخذه، يعني ايه، جمهور النادي الاهلي ممكن ما يكونش عنده درايه باللي بيحصل في النادي الاهلي، بس هو في ظهر اللي موجود في النادي الاهلي على اي وضع. بدليل ان حسام عاشور كابتن التاريخي للنادي الاهلي لما طلع خبط مع الاداره شويه تحس ان تاريخه اتمحى مع النادي الاهلي والجمهور ما بيذكروش. دي حقيقه. بص الاهلي لما بيخسر جمهوره ما بيقولش احنا خسرنا فنيا، جمهوره ما يقولش احنا وحشين، لا بيقول ان التحكيم ظلمنا، مؤامره على النادي الاهلي، الاجهاد، في مؤامره من اتحاد الكوره والاعلام بيدمروا النادي الاهلي. لكن احنا بنعترف بالاخطاء اللي موجوده عندنا، بنتكلم في الكوره فنيا بعيد عن التحكيم. احنا بنتظلم تحكيميا من ايام الكابتن حسن شحاته، والجون اللي اتحسب اوفسايد ومغطينه خمسه، واحنا بنتظلم تحكيميا ومظلومين تحكيميا ومظلومين اعلاميا. دي حقيقه. المشكله اللي قد كده في نادي الزمالك الاعلام بيبدا يضخمها بشكل كبير جدا. طبعا جمهور الزمالك على طول داعم لنادي الزمالك باي شكل من الاشكال وفي اي وقت من الاوقات. اه احنا لما نقول مؤامره بتبقى تريقه. يا زوز يا حبيبتي يا زوز، ما تحرمش منك يا زوز. احنا لما نقول مؤامره او التحكيم جاي على نادي الزمالك او الاعلام جاي على نادي الزمالك بياخدوها تريقه. الحق صحاب المؤامره الكونيه هم. لكن هو يخسر من الوداد 2-0 في البطوله الافريقيه الموسم اللي قبل اللي فات. اصل الجمهور، اصل الضغط، اصل اتحاد الكوره اتامر علينا وخبى الخطاب. لكن فنيا انت بتبقى النادي الاهلي بيبقى واعي فنيا وبيدور على شماعات، يا مره شماعات اجهاد، ضغط المباريات، اصل التحكيم، اصل اتحاد الكوره، اصل الاتحاد الافريقي مش عايز الاهلي ياخد البطوله السنه دي. ايوه يا باشا. واحد زي حسين الشحات دوت في الحوار اللي عمله مع الشيبي ده، لو لعيب في نادي الزمالك كان الاتحاد المصري شطبه من منظومه كره القدم في مصر.
لكن ده لعيب في النادي الاهلي ما. الزمالك بيقول اللعيبه لازم يتوقف وتبطل كوره. طبعا الفيديو مسيء جدا لمصر اولا، وللكره المصريه، وللنادي الاهلي بشكل عام، ان لعيب مع احترامي علامه الصلاه في دماغه قد كده ويسب الدين ويضرب لعيب بالقلم، مع ان ربنا محرم ضرب القلم، ويطلع عليا لجنه الانضباط تقول لي ماتشين و20000. ده انا لو اتطردت في ماتش هقعد ماتشين وهدفع 20000. ايوه هو شتمه في فيديو موجود كده. ده أنا نزلت الفيديو دوت على المنصه هنا على التيك توك. التيك توك حظر الفيديو لان هو قال لك ده فيه حاجات مسيئه. انا مش عارف لجنه التظلمات دي بتتعامل معانا احنا ازاي. اشمعنى نوع التليفون اللي انا فاتح منه؟ والله العظيم تليفون على قد حالي، وحياة ربنا تليفون على قد حالي. فارق معاك التليفون في حاجه؟ حبيبي يا حمو، فارق معاك التليفون في حاجه؟ فانا بقول لجمهور الزمالك خليك في ظهر اللي موجود في نادي الزمالك. ممكن تكون مختلف معاه بس هدعمه عشان خاطر نادي الزمالك. يعني دلوقتي اللي موجود رئيس نادي الزمالك بالنيابه احمد مرتضى منصور. انا بختلف مع كل اللي موجود في المجلس دلوقتي، لان المجلس اللي بيديره كان شخص واحد وهو مرتضى منصور، وكل الباقي بيهز الدماغ. بس انا مختلف مع الناس دي شكلا وموضوعا. اه صاحب العزبه واولاده. اه طبعا كلهم منافقين. وكلهم بيترعبوا من مرتضى منصور، حتى لو عنده رأي ما يقدرش يقوله. لا انا ما اسف، معلش يا حمو، انا اسف والله العظيم، انت على دماغي من فوق، بس انا ما بطلعش جستات معايا، معلش انا اسف والله العظيم. انا بتاسف لك، واخويا حمو الاهلاوي وانا بحترمك، وانت على دماغي من فوق. بس انا واخد عهد على نفسي ان انا مش هطلع جستات معايا. انا بتاسف لك جدا 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 والله العظيم. فخلينا في مشكله نادي الزمالك والجمهور. زي ما قلت لك ان الجمهور متقسم لاربع فئات. لا الزمالك جمهوره يتوحد. لا انا نفسي في رئيس نادي محترم، بس انا مع احترامي كابتن محمود الخطيب على دماغي من فوق، اسطوره للنادي الاهلي. عنده عيوب الاعلام ما بيبرزهاش، او الاعلام ما بيقدرش يتكلم فيها، واقول لكم الاعلام ما بيقدرش يتكلم فيها ليه. جمهور النادي الاهلي اي حد بيطلع عن خط الاهلي بيتهاجم، وبيتهاجم هجوم شديد جدا جدا. فكل حد في المنظومه سواء الاعلاميه او سواء في اتحاد الكوره او في المنظومه الرياضيه عموما بيعمل 30,000 حساب لجمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي زومته بتبقى وحشه. بيقدر ان هو يعمل مقاطعات. محمود طاهر ده يا باشا من انظف الناس او من انظف الشخصيات اللي جت موجوده في النادي الاهلي. والراجل ده عمل فرقه محترمه جدا للنادي الاهلي، وكان راجل برستيجه عالي، راجل راجل اعمال قد الدنيا. معهوش معهد سنتين يا راجل اقسم بالله، اقسم بالله لو اللي حصل مع تركي الشيخ والساعات في النادي الزمالك لكانت مصر كلها قامت ما قعدتش، وكنا احنا كجمهور حاسبنا عليهم معاهم على الفاتوره بتاعت الساعات اللي احنا ما خدناهاش. حبيبي منور ابو حميد، حبيبي ما تحرمش منك يا كبير. ابو نبيله جامد. موضوع الساعات ده ان معالي المستشار تركي آل الشيخ كان الرئيس الشرفي للنادي الاهلي، جه دعم النادي الاهلي بصفقات وفلوس،
وبعد كده اداهم هدايا ساعات قيمة وغالية جدا، و270 مليون جنيه. دول ولا دخلوا النادي الاهلي، والساعات اتفرقت، وبدأ اخونا مرتضى منصور رجع الساعات يا خطيب، رجع الساعات يا خطيب، وفي الاخر تركي آل الشيخ اتبرع بيهم لصندوق تحيا مصر، وصندوق تحيا مصر قال لك ان هم سلموهم. طب فين المحضر اللي استلمتوا فيه والحاجه اتحطت في الصندوق؟ 270 مليون جنيه، وساعات قيمه قيمه الساعه بتعدي ل 3 4 مليون جنيه. ماجدة دي قصه قديمه. والله العظيم انا مبسوط ان انا موجود معاكم، والتفاعل اللي احنا فيه دوت حاجه محترمه يا باشا. الساعه دي عندنا تجوز كتير. والله يا مرتضى، لا مرتضى، بص مرتضى راجل بيطلع يعمل شو، هو مجنون شو اعلامي. دي مشكله مرتضى منصور. ايوه، كل اللي بيحصل في نادي الزمالك دي خصومات شخصيه، فبيدفع ثمنها نادي الزمالك، واللي يحاسب على الفاتوره دي جمهور نادي الزمالك. انا عايز اعرف بس الصوت عندكم كويس؟ الصوت والصوره كويسين؟ ما تحرمش منك. دلوقتي يا جماعه عايزين نتكلم إيه اللي جاي لنادي الزمالك. اللي جاي لنادي الزمالك طبعا ان مفيش لعيبه. طيب الراجل اسوريو ده هيشتغل ازاي؟ على فكره الراجل ده مدرب جامد جدا، والراجل دوت لو معاه استقرار فني واداري، وعنده لعيبه الكواليتي بتاعها عالي، هيحط الزمالك في حته تانية خالص. اه، سيد عبد الحفيظ عشان مرتضى يقعد في البيت. سيد يقعد في البيت لان سيد اللي كان بيرد على مرتضى، فمرتضى دلوقتي مش موجود، فسيد ملوش شغلانه. والفرقه بتاعت الاهلي اتملت معلمين، اتملت امام بيه عاشور، حسين الشحات، محمد عبد المنعم، كهربا، كل دول معلمين. فكان لازم يمشي سيد عبد الحفيظ عشان خاطر مرتضى يقعد في البيت. انت من القاهره؟ احنا عايزين نصبر بس على اللعيبه اللي موجوده شويه. في بدايه الموسم نقدر ان احنا ندي دفعه قويه. احسن ناس اسكندريه منورين، انا من السويس وكلنا مدن ساحليه قد الدنيا. الصيف عندنا بيبقى مختلف. ندعم الناس اللي موجوده. اللعيبه دي لازم تاخد ثقه. انا من رايي ان قبل ما الموسم يبدا ان احنا نبدا نبين للعيبه ان احنا في ظهرهم ومدعمينهم. نبدا ببوستات للعيبه الزمالك اللي موجوده، اللعيبه اللي مكمله. على فكره والله العظيم الموجودين لعيبه كويسه، بس زي ما قلنا قله الثقه. وانت جايب لعيب من الدار للنار، كان بيلعب في طلائع الجيش وكان بيلعب في فرق في وسط الدوري، بيتعادل ماتش بيتغلب ماتش بيتغلب ماتشين والدنيا ماشيه. لكن لما جه نادي الزمالك لقى نفسه المطلوب ان هو يكسب جميع الماتشات. مع الوقعه اللي بدات من ماتشات اسوان، بدأ الجمهور يضغط على اللعيبه، فاللعيبه مش مستوعبه الضغط اللي هي موجوده فيه. فده اللي فرق مع نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك. فانا بقول ان احنا ندعم اللعيبه دي من بدايه الموسم. لازم الكلام اللي احنا بنقوله كجمهور يوصل للعيبه، ان احنا في ظهركم، واحنا بندعمكم بشكل كبير جدا.
صدقني اللعيبه دي هتفرق معاها كتير. يعني احنا اتفرجنا على عمرو السيسي في البطوله العربيه، كويس. ده انا قلت 99% زيزو ماشي. زيزو كان متفق مع اداره نادي الزمالك، انا هكمل بس تجيبوا صفقات كويسه للفرقه، لان زيزو يعتبر السنه اللي فاتت هو اللي شايل الفرقه لوحده. مشكله نادي الزمالك كانت في نص الملعب. العقد 10 مليون دولار رقم كبير جدا، رقم كبير. والاغراءات اللي بتتحط لعيبه الزمالك، يعني انا كنت مستغرب لما خسرنا بطوله افريقيا قدام النادي الاهلي. لعيبتنا كلها جات لها عروض. مصطفى محمد جاله عروض، ساسي جاله عروض، بن شرقي جاله عروض، احمد سيد زيزو وقتها جاله عروض. والفرقه اللي واخده البطوله مفيش حد بيكلمها في عروض. ففي حاجات ممنهجه كده بتتعمل عشان تدمر نادي الزمالك. الخطه اللي محطوطه دلوقتي واللي انا شايفها قدام عينيا، ان نادي الزمالك رايح في سكه النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي اتفرغ من نجومه، بعد كده جات له الازمات الماليه على المدار السنين اللي فاتت، مش قادر يرجع النادي الاسماعيلي لسابع عهده، ان هو كان الطرف الثالث في الكره المصريه وكان منافس قوي جدا للاهلي والزمالك. فانا قلقان من الحته دي جدا، وعايز الازمه اللي فيها نادي الزمالك لا ما توصلش لكده طبعا، ولا يحصل. بيقول لك الارض لو تتزلزل عمر الكلام ده ما يحصل، ولا الدوله ترضى بالكلام ده، صعب. لكن انا مش عايز يوصلنا ان احنا نبقى تاني تالت دايما بعيد عن المنافسه. لكن لو الجمهور دايما في ظهر النادي بيتعمل له حساب كبير جدا، سواء في قرارات تحكيميه، سواء في اتحاد الكوره، سواء من الشركه الراعيه. انا راجل واخد بطولتين دوري ورا بعض، باخدش نفس القيمه اللي واخدها المنافس اللي خسران البطولتين؟ ما دي برضو مش عدل. فانا بقول ان احنا ندعم الناس اللي موجوده. هي زي ما قلت السنه اللي فاتت كانت مشكله نادي الزمالك في الاثنين الديفندرات، اتنين الديفندرات والراجل اللي بيلعب رقم 8. احنا ما كانش عندنا حد عنده الثقه ان هو يحط كرة تحت رجله ويبدا يشغل الفرقه، او يبدا يطلع الباص من ورا لقدام صح. اه لا ده من زمان، دي حقيقه. بيقول لك لما الاهلي بيكسب الشعب بينام مبسوط. ده وزير اللي بيقول كده، وزير. هي زي ما بقول لك كنا كانت مشكلتنا في نادي الزمالك في نص الملعب. لو دونجا رجع لمستواه اللي كان موجود فيه بيراميدز، في بيراميدز هتفرق معانا كتير. عمرو السيسي على فكره انا كنت متابعه وهو في طلائع الجيش، اقسم بالله لعيب جامد قوي، بس انا قله الخبره او الضغط النفسي اللي اتحطوا فيه كان صعب شويه. وانا نفسي واحد زي ناصر منسي برضه في الهجوم ياخد فرصته، لان هو لعيب تحركاته تحركات عشوائيه، فمن الصعب ان هو يتمسك، وبيهرب كتير في ال 18 وبيقدر يتعامل بالكوره من بره ال 18، عنده سرعات، بيقدر يرقص، بيعرف يعمل الباص كويس. لو لعب تحت سيف الجزيري في الحته دي هبقى كويس. برضو عندنا الزناري برضو من المدافعين الكويسين جدا، بس هي الفرقه كلها كان عندها عدم اتزان. كان الزمالك في اول الموسم كان بيكسب، وانا طلعت قلت يا جماعه الزمالك بيكسب وانا بحذر، بس الزمالك وحش، الزمالك فيه مشاكل كتير دفاعيه، وعايز الزمالك السنه دي يثبت في قصه حراسه المرمى. يعني محمد صبحي ما يغلطش، يغلط يروح قاعد، عواد يغلط يروح قاعد. لا انا لازم حتى لو غلط اسيبه يكمل، لان انا لما بقعده وهو غلطان بتفرق معاه كتير، ما بيرجعش لمستواه بسرعه وبيكون ثقته في نفسه بتقل. وهي الكوره عامه لو انت عندك ثقه في نفسك هتعمل اي حاجه في الكوره هتطوعك. لا الزمالك ده بتاع الناس الطيبين الكيوت اللي زينا كده. والله الزمالك بتاع الناس الكيوت اللي زي حالاتنا كده. عملت لي متابعه ولا لا؟
في نقطة تانية عايز اتكلم فيها مع اولياء الامور بالنسبة للاكاديميات. هكرر تاني موضوع الاكاديميات، لان الاكاديميات دي والله العظيم هي اللي غرقت الكورة في مصر. بلاش اكاديميات. ممكن اودي ابني الاكاديمية لحد السن 14 سنة، وبعد كده ابدا اوديه اندية ان هو يقدر يلعب في مسابقة رسمية في اتحاد الكورة تبع اتحاد الكورة المصري، يطلع له كارنيه من الاتحاد. الموضوع هيفرق كتير، الموضوع هيفرق كتير. لكن الاكاديميات، هي الاكاديميات معمولة استثمار. في اكاديميات بتاعت اندية شغالة كويس جدا، لان هو كده كده بيخدم على قطاع الناشئين في النادي. وبقول لاولياء الامور ما تفرحش لابنك ان هو يجيله اهلي وزمالك في فتره الناشئين. هيوصل سن 18 او 20 سنه بالكتير ومش هيكمل ومش هيصعدوه فريق اول. خلي ابنك يجتهد في المكان اللي هو فيه. خلي الاهلي والزمالك يشتروه وهو نجم. الاهلي والزمالك لو ما دفعوش فلوس، اللعيب لو كويس ما بيلعبش. يعني مثلا لما بيجيب صفقه سيب 3 مليون دولار، هينفع المدير الفني يقعده دكه؟ مش هينفع يقعده دكه. هيجي رئيس مجلس اداره النادي يقول له انا مشتري لعيب ب 3 مليون دولار عشان انت تقعده لي دكه، حتى لو انت مش مقتنع بيه لعبه، عشان لو انت مش عايزه الموسم اللي جاي اعرف اسوقه. فانا بقول لاولياء الامور ما تفرحش ان انت ابنك يجي له اهلي وزمالك في قطاع الناشئين. صدقني هيبطل كوره عند 18 سنه 21 سنه، ولو لعيب كويس هيلعب في فرق درجه ثانيه وممكن يروح فرقه في الممتاز. لكن هتحطمه نفسيا لما اكون بلعب في اهلي وزمالك واجي خلاص بيني وبين الفريق الاول خطوه، بعد كده النادي يستغنى عني او يطلعني اعارات وبعد كده اتنسي ويستغنى عني. دي بتحبط اللعيبه. لكن انا خلي ابني يروح الاهلي والزمالك وهو نجم. والوكلاء، الوكلاء كل دمار الكوره واللي احنا فيه دوت سبب الوكلاء بتاع اللاعبين. هو في حد في الدنيا مدرب يبقى هينزل فرقه درجه تانية وفجاه بعدها باسبوع يقولوه الاسبوع اللي بعده الاقيه بيمرن فرقه تاني؟ وهم مع احترامي الناس دي محترمه وعلى دماغي من فوق، هم يمشي من هنا يروح هنا، يمشي من هنا يروح هنا. لازم ندي فرص لمدربين شابه، مدربين عندها علم، لان الكوره دلوقتي بقت علم، مش ترنج وشورت او تيشيرت وشورت وترنجين غاليين ابقى مدرب. والله ما كده. في علم، الكوره دلوقتي علم. في راجل محلل اداء، في محلل بدني، لان مش كل اللعيبه بتاخد نفس الحمل التدريبي. فخلاص بقى الناس اللي احنا تعبنا على مدار كتير قوي موجودين، كتر خيركم. ده اللي بيشتغل في شركه يا جدعان بيجيب 60 سنه بيطلع معاش. وبرضه في نفس الكلام بالنسبه للاعلام، ادوا الفرصه لشباب جديد عنده الباور والدافع ان هو يشتغل. اديله فرصته. عنده علم، دارس. هيبدا ينقل تجارب اوروبيه يبدا يطبقها عندك هنا. وانا شايف ان نادي زد بادئ بدايه محترمه جدا. برضو نادي زد ما بدأش بالفريق الفيرست تيم او اشترى فريق جاهز، لا ده بدأ بقطاع الناشئين، عمل قطاع ناشئين قوي جدا. صعد من درجة رابعة لدرجة ثالثة لدرجة ثانية لدرجة أولى لغاية لما صعد ممتاز. دعم بشكل كويس. جاب لعيبة عندها خبرات. لو في زد ده على فكرة موجود ليه أكاديميات في محافظات مصر كلها. يعني لو جات الفرصة ان ابنك عنده الموهبة الكروية وهو يقدر ان هو يخش اختبارات في نادي زد في المحافظة اللي انت موجود فيها، هتفرق كتير جدا.
لكن بالنسبه لموضوع الاكاديميات، موضوع الاكاديميات زي ما قلنا هو ما الا سبوبه. سبوبه. ما عندوش حتى علاقات ان هو يبدا يسوق لعيبه. وبعدين السن اللي هو مثلا في مدرسه الكوره او لغايه 14 سنه 15 سنه بيبقى عنده كام لعيب، بيعرف يلعب ما بيعرفش يلعب، المهم ان هو بيدفع الشهريه وموجود. وبعدين دلوقتي عاملينها استثمار في رحلات ترفيهيه بيبدا برضو يتربح منها. فانا بقول لاولياء الامور ابنك ممكن توديه اكاديميات في سن مدرسه الكوره، لكن اول ما يكمل 14 سنه تبدا اللي انت تروح بيه فين، تروح بيه على انديه مسجله في الاتحاد المصري لكره القدم. حتى لو مركز شباب مسجل وبيلعب في الدورات اتحاد الكوره، ده هيبقى افضل له من الاكاديميات. الاكاديميات ما بيعلمش تكتيك، لان هو كده كده اصلا بيمرنوا على ملعب خماسي. فانت هتيجي 14 سنه مطالب ان انت هتلعب في الملعب ال 11. اول حاجه ما عندكش درايه بالمركز بتاعك، مش حافظ حركاتك في الملعب، مش عارف التكتيك اللي هتلعب بيه في الملعب، فبتظلم لعيبه كتير وممكن تكون لعيبه كويسه لكن ما حفظتش تكتيك الملعب الكبير. ينزل في الملعب الكبير يبقى تايه، مش عارف يغطي، مش عارف اللي مطلوب منه في الملعب. انا بناشد كل المديرين الفنيين المسؤولين عن قطاع الناشئين، ابدأ حفظ اللعيبة تكتيك من وهو صغير. يعني في لعيبة عشان لعب الكورة وهي صغيرة فرقت كتير. يعني واحد زي احمد فتحي ده لعب فريق اول في الاسماعيلي وهو عنده 18 سنة، فبياخد خبرات كتيرة جدا ان هو بيلعب بسنه صغير وحافظ واجبات مركزه سواء الدفاعيه او الهجوميه. بتفرق مع اللعيب جدا. احنا اللعيب هنا بيبقى عنده 23 سنه بنقول عليه ناشئ، لا الكلام ده صعب. فالمديرين الفنيين اشتغلوا مع الناشئ. هو انت في الاول ما بتقدرش تديله الملعب كله، بس حفظه واجبات مركزه سواء دفاعيه او هجوميه او تحركاته في الملعب ويقفل الخطوط العرضيه ازاي. هتفرق كتير جدا مع اللعيبه في مصر والله. انا يا رب ما اكون طولت عليكم، وان شاء الله باذن الله. طب كده كويسه صح؟ كده الاضاءه كويسه ولا؟ على العموم احنا بنختم، ويا رب ما اكون طولت عليكم، وانا اسف على الاطاله. وان شاء الله باذن الله نتقابل بكره على خير، وتصبحوا على خير. ويا رب ما اكون ضيف تقيل عليكم. تصبحوا على خير.